تخيل عزيزي المدعو إلى مؤتمر الحوار الوطني، عزيزي الثائر، عزيزتي الثائرة، أنت رايحة تقعدي على طاولة المناقشات لحتى تحكي عن مستقبل بلدك سوريا، أو مستقبل بلدك سوريا يلي حاربت من أجله على مدار 14 سنة وواجهت أعتى أنظمة العالم ديكتاتورية. تخيل معي رايحين هيك تقعدوا على طاولة الحوار، وإذ تقعد لكم سلاف فواخرجي. سلاف فواخرجي ما غير، عرفتوها مو؟ يلي كانت بدها تتصدى للإرهابيين بالصدور العارية، كلياتنا بنتذكرها. فعلا عن جد هي تمت دعوتها لمؤتمر الحوار الوطني. بس شو هذا مؤتمر؟ أين حوار وطني؟ يعني هل ممكن إنه مثلا بيوم من الأيام نشوف ابن بشار الأسد مدعو لمؤتمر الحوار الوطني بحجة إنه شو ذنبه هالفريخ؟ شو ذنبه؟ هو طفل. يوم اللي أبوه كان عم بدبح بهالسوريين وبأجرم بحقهم وبحق المعتقلين، ما هو كان طفل صغير عم يلعب قلال بالحارة. شو ذنبه؟ ما هيك؟ تمت دعوة البلوغارية والفاشينيستاز وما بعرف شو، ما بعرف مين وما بعرف مين، قلنا أوكي عادي، أخدناها بمزحة وهيك. لكن حقيقة الأسامي اللي عم نشوفها عم بيتم دعوتها مخزية، عن جد أسامي مخزية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أسامي دعمت نظام الأسد على مدار سنوات، أججت خطاب الكراهية ضد السوريين. هدول الناس يلي انتو اليوم عم تدعون لطاولة الحوار، إذا ما بتعرفوا، كانوا لو يشوفوا ثائر أو اسم الساروت هيك يمرق من قدامهم، أو حدا ينطق باسم الساروت أو اسم أي حدا مثلا شارك بالثورة، يعملوا له بلوك. مو بس يعملوا له بلوك، يعني ممكن يسبوه، ممكن يشتموه، وعلى الأغلب إذا كان جوا البلد ببلغوا عنه عادي. فأي حوار أنتوا اليوم عم تدعون لهدول الناس يناقشوا؟ رشا شربتجي المخرجة العظيمة يلي كانت متزوجة أخوها لسوزان نجم الدين، الشبيح المعروف، الضابط المعروف، اليوم قاعدة عم بتناقش مستقبل سوريا. سلاف فواخرجي. نسيتوا باسم ياخور يا جماعة؟ ما حلوة يعني، حسبالهم سينا طالما جمعتوا الشلة وجمعتوها، ابعتوا عليه هو الثاني، ما حلوة بحقه. وين أبناء المعتقلين من مؤتمر الحوار الوطني؟ وينهم؟ وين أبناء الشهداء؟ مين الممثل عن المخيمات السورية؟ مين؟ المعلمين، المعلمات، الأطباء، المهندسين السوريين اختفوا، ما بقى لهم وجود. وينهم هدول الناس؟ الناس اللي عايشة اليوم بسوريا عم تكدح ورا لقمة الأكل، ما إلها ممثل؟ ولا ما بيلبق لهم يقعدوا على طاولة الحوار الوطني؟ طاولة الحوار الوطني صارت للفنانين والفنانات. مين هدول الناس؟ مين بيمثلوا هدول الناس؟ عن جد مين؟ نحن بندعم كل شي فيه مصلحة بلدنا، كل الناس اللي بتشتغل لصالح البلد نحن بندعمها. لكن بنفس الوقت يوم اللي منشوف إنه هدول الشخصيات صارت تطلع وتحكي بمؤتمر حوار وطني، بالمقابل في شخصيات ثورية معروفة مغيبة تماماً عن المشهد، فكمان رح نطلع ونقول تساؤلاتنا. أما القائمين على هذا المؤتمر فبحب أقلكن مؤتمر الحوار الوطني اليوم صار اسمه مؤتمر التشكيك الوطني. أرجو فعلا أتمنى عليكم أن تعيدوا النظر بهاي الدعوات اللي عم بتقدموها، أن تعيدوا النظر بهاي الأسامي يلي عم بتقعدوها على طاولة الحوار. لا تليق بثورتنا هاي الأسامي، عن جد لا تليق.